اسكندريه، والاكل في اسكندريه في الشتاء غير. طبق مكرونه بالصلصه اقسم بالله عالمي. شويه حمص الشام يستاهلوا بقك. الشتا ده بقى عايز شويه مكرونه سخنين من عند ابو سعيد، علم من اعلام المكرونه في الورديان وقديم جدا. زياده بصل، زياده صلصه مع ترام الورديان. طبعا اللي بيحب الشطه مش هقول لكم الازايز دي فيها ايه، الريحه تحفه. باكل من عندهم من ابتدائي تقريبا. خلصنا ابو سعيد يلا على بعض. ويا سلام على حته الهريسه بالقشطه من الحلبي. من اقدم الاماكن اللي بتقدم هريسه الحلبي في محطه الرمل. دي اكتر حاجه بقى بحبها عنده، الهريسه اللي باللوز. تاخد معاها كده بقى ايه حته قشطه، هي نفس الطعم من وانا صغير. هريسه يا جماعه متسخنه على الفحم بس، مش هقول اكتر من كده. او حتى حمص الشام من اي عربيه في بحري. الجو ده بقى ايه، عايز شويه حمص الشام وعليهم ايه بقى شويه الشطه وشويه كمون من الغالي، عصره الليمونه. احلى شويه حمص شام من بحري على الفيو الروعه ده. ولا طبق الكسكسي والبليله اللي يدفوك من ياسمين. وفي الشتاء بقى في اسكندريه ما ينفعش تيجي غير لما تضرب طبق كسكسي بالمكسرات من عند ياسمينه، ومعانا شويه اللبن السخنين دول كده اهو. قلب التقليبه الحلوه كده. تحفه. ساتر يا رب، طبق مجرم. خلينا في الغله يا عم، شويه بليله باللبن رهيبه رهيبه. وحتى البطاطا عايزه ادلعها بايس كريم وصوص كراميل وادوها في حته تانية. ميكس رهيب. لو لسه ما جيتش اسكندريه في الشتاء فانت فايتك كتير قوي. اكتبوا لنا بقى في الكومنتات اماكن تانية نجربها الفيديو اللي جاي.